اهو الراجل ده بقى كانت الملائكة بتسمعه وكانت هتنزل عليه كمان. بجد على فكرة مش بهزر، كانت هتنزل عليه فعلا. حكاية غريبة قوي مش صح؟ بس لازم الأول قبل ما أحكي لك الحكاية دي تعرف كام حاجة كده. مصعب بن عمير اللي هو أول داعية بيرسله الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة للدين الإسلامي في يثرب اللي هي المدينة يعني. مصعب بن عمير ده كان عنده سبحان الله موهبة في إقناع الناس بدخول الدين الإسلامي غريبة. فهو كان لبق جدا في الكلام، وكانت صوته حلو، وكانت صفاته حليمة، وكان شكله حلو ووسيم. فسبحان الله كان عنده كل الصفات اللي محتاجها أي إنسان عشان يقنع أي حاجة. بلس كمان إن هو كان عنده أقوى حجة وهي القرآن الكريم. عموما أسلم على إيده ناس كتير قوي في يثرب، واللي كان مستضيفه في يثرب يعني كان واحد اسمه أسعد بن زرارة. الراجل ده كان مستضيف مصعب بن عمير في بيته، يعني عشان مصعب بن عمير ملوش بيت فهو مستضيفه في البيت بتاعه. عموما في مرة قرر مصعب بن عمير وسعيد بن زرارة إن هم يروحوا قبيلة اسمها أوس عشان يدعوهم للدين الإسلامي برضه. وكان سيد قبيلة أوس ساعتها أو أسياد قبيلة أوس ساعتها كان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. أنا عارفة الأسماء غريبة بس هم كانوا أسمائهم كده سبحان الله. فراح قال سعيد بن معاذ لحضير: بص بقى، مصعب بن عمير ده باين عليه مش هيجيبها لبره، والراجل ده عايز قبيلة أوس تأسلم وكمان نتفرق من بعضنا، وكمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخد هو السيادة واحنا منبقاش أسياد. لا يا معلم، احنا لازم نوقف عند حده. فراح سيد بن حضير قال له: أيوة أنا معاك وأنا هتصرف أنا في الموضوع ده بنفسي. فراح عند مصعب بن عمير وقال له: بص بقى، انت لو ما بطلتش اللي بتعمله ده والله ما انت شايف خير. فراح سعيد بن زرارة قال لمصعب بن عمير في ودنه كده وكأنه بيوشوشه يعني، راح قال له ايه: خد بالك الراجل ده من أسياد أوس، ولو خليته يدخل الإسلام وأقنعته بالإسلام هيدخل ورا ناس كتير قوي، فانت خليك كده هادي معاه ويا ريت لو تعرف تقنعه. فراح مصعب بن عمير عمل حركة ذكية جدا، راح قال له: والله أنا بقول تعالى اسمع معانا اللي احنا بنقوله، والله عجبك كلامنا خير وبركة، ما عجبكش خلاص وهمشي من هنا ومش هرجع تاني ولا هتشوف وشي تاني أبدا. مش هو ده اللي انتوا بتعملوه يا أسياد أوس؟ انتوا بتدوا كل حاجة فرصة. فراح قال له: والله انت أقنعتني وأنا هسمع وأقرر. وفعلا قعد الحضير يسمع معاهم الكلام اللي بيقوله وسمع آيات من القرآن لحد ما في الآخر راح قال لمصعب بن عمير أخيرا اعترف يعني: الكلام ده حلو قوي، هو انتوا بتعملوا ايه عشان تدخلوا الدين الإسلامي؟ فراح قال له مصعب بن عمير: اتوضأ واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلي ركعتين. وبالفعل الحضير عمل كده وأسلم، وطبعا ناس كتير قوي أسلمت وراه بعد ما الحضير أسلم. أسيد بن حضير كان صوته عذب جدا وبالذات في قراءة القرآن. ففي مرة كان قاعد بالليل وابنه نايم جنبه، وابنه ده كان عموما للعلم يعني كان اسمه يحيى. عموما كان الجو جميل فقرر انه يقرأ شوية قرآن، وكان هو جنب البيت كده معاه جنبه يعني معاه الخيل بتاعه، يعني جنب البيت بتاعه الخيل بتاعه. عموما فبدأ يقرأ سورة البقرة، ومرة واحدة وهو بيقرأ يعني أول ما بدأ يقرأ الخيل راحت عمالة تفرك وتفرس وعمالة تعمل حركات كده غريبة، لدرجة ان الحبل اللي كانت الخيل مربوطة بيه هيتفك من كتر ما هي عمالة تفرس. هو وقف قراءة عشان يشوفها، فلقى الخيل أول ما وقف قراءة سكت وهدي، فراح كمل قراءة تاني لقى برضو الخيل عمال تفرك وتفرس أول ما يقرأ، وأول ما يسكت الخيل تهدى وما تعملش حاجة. فراح عامل كده مرة كمان قرأ، فرحت الخيل قعدت تهيج هاجت كده وفرست وعمالة تعمل حركات، أول ما سكت الخيل هديت وما عملتش حاجة. طبعا أول حاجة خطرت في بال يعني سعيد من الحضير إن في هنا عفاريت كده يا جدعان. بس قرر إن هو يعمل كده تاني، يقرأ، وأول ما يقرأ الخيل تقعد تعمل الحركات بتاعتها، وأول ما يسكت الخيل تسكت معاه. وطبعا أي حد مكانه هيخاف وراح قام صح ابنه علشان هو حاسس إن يعني كده في حاجة غلط بتحصل. وهو بقى بيصحي ابنه لقى حاجة غريبة جدا في السماء، حاجة زي الغيمة بس منورة وكأنها نور بس على شكل غيمة، وكان شكلها جميل قوي وهي بتحمها تلمع في السماء، لدرجة ان هو قال ان دي احلى حاجة شافها في حياته كلها. عموما اليوم اللي بعده راح رسول الله وحكى له على كل اللي مر بيه، حوار الفرس وحكاية الغيمة اللي شافها. فراح الرسول قال له حاجة غريبة قوي، قال له: تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد، ولو أنك مضيت في قراءتك لرآها الناس ولم تتستر منهم. يعني تقريبا كده اللي شافه أسيد في السما ده كان ملاك تقريبا، لأن الرسول قال له إن الملائكة كانت بتسمع لك، وإن كمان لو أنت كنت كملت في القراءة بتاعتك كان الملائكة هتنزل من غير يعني ما تتستر بشكلها، كده هتنزل بشكلها الطبيعي. فأعتقد كده إن اللي شافه أسيد ده كان ملاك فعلا. يا بخته يا بخته، ده شاف ملاك أو كان على وشك إن هو يشوف ملاك، يعني يا بخته يا بخته. أنا كنت عايزة أبقى زيه يا جدعان. عموما كان أسيد عنده أمنية نفسه يحققها جدا طول عمره، وكانت أمنيته دي إن هو يحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بس ما كانش في مناسبة لده، يعني هيروح يحضن الرسول كده من غير أي مناسبة؟ كان عايز يبقى يكون في مناسبة للموضوع ده أكيد، يعني مش هروح للباب للطاق كده وحضنه، يعني مفيش حتى حاجة، يعني مفيش مناسبة لده. بس سبحان الله أتيحت لي فرصة يعني لا تقدر بثمن كده للموضوع ده. كان في مرة أسيد عمال بيتكلم وبيضحك الناس من خفة دمه ونكاته، فراح الرسول صلى الله عليه وسلم غمزه في وسطه، يعني كأنه قرصه في وسطه كده، اللي هي معناها يعني ان هو بيستحسن كلامه او بيقوله ان كلامك حلو. وللعلم الحركه دي احنا لحد دلوقتي لسه بنعملها يعني، وبالذات الشعب المصري لحد دلوقتي لسه بيعملها، اللي هي موضوع ايه، تقرصني في وسطي كده، اللي هي دلاله ان انت ايه يعني مستحسن كلامي او بتقولي ان انا بعمل حاجه صح. بتفهمش، ممكن تكون اخدنا الحركه دي من الرسول والله اعلم يعني. عموما فرح السيد قال لرسول الله أوجعتني يا رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتنص مني يا أسيد، يعني اعمل زي ما أنا عملت، خد حقك يعني. فراح قال له بس يا رسول الله أنت عليك قميص وأنا ما كانش علي قميص ساعة لما غمستني. فراح الرسول رفع قميصه، فراح أسيد على طول حضن الرسول وراح قال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنها لكانت غاية كنت أتمناها منذ عرفتك وقد بلغتها الآن. وتوفي أسيد بن حضير في عهد عمر بن الخطاب، فبارك الله في أسيد بن حضير، فالملائكة كانت بتحبه وربنا برضو كان بيحبه. وبس كده خلصت الحدوتة. وما تنساش تشارك الفيديو ده مع حد انت بتحبه، ويشرفني اوي اشتراكك. بس كده، شكرا.